السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. ان شاء الله يلقاكم كامل بخير. اذا نهار اليوم ان شاء الله كما راكم تشوفوا في هذا الفيديو حبيت نشارك معكم تحليه تاع البرتقال. يعني قد ما نشكر البنه تاعها قليل فيها، بنينه يا البنات، بنينه ما شاء الله، بواحد القوام رائع واقتصاديه، ما فيهاش مكونات بزاف. ننصحكم ما ترطوش هذه الوصفه الرائعه، يعني تسجلوها رمضان، لانكم راح تحضروها مره تعودوا دائما تعتمدوها. بنينه ما شاء الله، خصوصا ان رانا في وقت البرتقال. فقط قبل ما نبدا هاد لاغوسات كلهم يشوفوا فينا اول مره، ما نسوش نرحبوا بهم فضلا وليس امرا، انضموا للقناه، اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد ان شاء الله. اذا مشاهده ممتعه، نروحوا نبداو لاغوسات تاعنا. بسم الله. اول حاجه هنا عندي بسكوي او قفرت، تستعملي اي نوع تحبي، شوكو اي نوع تحبي يعني. انا هنا رحيته، تقدري تقطعي قطع صغيره بسكوي تاعك ولا القفرت يعني تفتتيه. انا هنا حبيت نرحيه باش يجيني يعني في الاخير مقرمش. مع استعملت القفرت ورحيته. نحط حوالي ملعقه اكل داخل كل واحدة تاع ليفغين او كؤوس تحليه، نحط كامل ملعقه تاع قفرت ولا بسكوي هكذا. اللي يحب يكثر بيسوق تكثر، يعطي له جو رائع من تحت. تقدري حتى ترشي فوقه الكاوكاو، يكون محمص ومرحي شويه خشيل باش يعني يعطيك ديك القرمشه. المهم نجي لهنا كامل نحط كطبقه اولى كما شفتوا القفرت او البسكوي هكذا، نسويه كامل داخل ليفيغين تاعنا. بعدها نروح نحضروا الطبقه الثانيه اللي هي كريمه البرتقال. واحد البنه ما شاء الله، يعني ماشي غير هاد الكريمه. شوفوا هاد الفيديو حباتي للاخير باش تعرفوا في الاخير واش راح نضيفوا الكريمه بعد ما نطيبوها وتبرد. اول حاجه عندي 2 كؤوس من الحليب، هذا هو الكاس اللي قست به. عندي كذلك كاس تاع عصير البرتقال، انا كنت عصرته في العصاره لكن ما صفيتوش باش يعطي له شويه قزح. اذا 2 كؤوس من الحليب، كاس من عصير البرتقال. نجي لهنا نحط المايزينا. شوفوا نحط هنا 3 ملاعق اكل تاع مايزينا هكذا. نزيد نحط كذلك 3 ملاعق اكل من السكر. اما بالنسبه لي ما عندوش الكاس، يعني قياس الكاس هو 220 مليلتر، استعملت منه 3 كؤوس. اذا هنا عفوا كاسين من الحليب، كاس من عصير البرتقال، 3 ملاعق مايزينا، 3 ملاعق كذلك اكل تاع السكر. نخلطوا كلش مع بعضه، وكذلك ما نسوش لافاني هكذا. نجي نحط في الاخير لافاني ونروح نخلطوا الخليط تاعنا بالفوي هكذا. بعد ما حطينا لافاني في الاخير نجو لهنا نخلطوا الخليط تاعنا مليح. اذا هنا خصوصا هذوك التكتلات، يعني قبل ما نخلطوا المايزينا نلقاوها عملت تكتلات اسفل الكسرونه تاعنا. على ديك من الاحسن نخلطوا بارد في بارد باش نروحوا نحطوها فوق النار باش تجيكم الكريمه تاعكم، يعني ما شاء الله مش راح تحبب لكم. اذا هنا بعد ما خلطوها يمتزج كلش مع بعض، نروحوا نحطوها فوق النار. لازم تكون النار بزاف يعني ناقصه، هكذا نحرك باستمرار حتى تثقل لنا الكريمه تاعنا. من الاحسن ما نحوش يعني نبقاو غير هكذا نكرروا في عمليه تاع نخلطوا باش ما تديرناش هذوك الحبيبات وحتفسد لكم الكريمه في الاخير، يعني تلقاي روحك راح تخدميها في الاخير بالميكسور. اذا انا بعد ما خلطنا مليح نشوف الكريمه تاعي راهي بدات تثقل. شوفوا هنا القوام تاعها بعد ما بدات تثقل كيفاش رجع. في هذا الاثناء راح نحطها لداخل غيسيبيو وهي ساخنه هكذا، نغطيها بابي فيلم، مهم ما يدخلهاش كامل الهواء، ونحطها جانبا حتى تبرد. شوفوا انا خليتها بردت شويه، بعدها حطيتها في الثلاجه نخلوها حتى تبرد تماما. هنا بعد ما خليتها بردت خليتها في الثلاجه. شوفوا من الاحسن تبرد لكم 100%. انا هنا لقيتها يعني بردت لكن شويه مازالت فتره،
باش تطلع لكم مليح لازم تخلوها تبرد. هنا شوفوا هنايا يعني نحطوا حتى هذوك الخطوط تاع الكاس شونتيي، بودره شونتيي. بعدها نجيب الباطو ونبدا نخلط في الخليط تاعنا حتى تمتزج مليح وتبيض هذيك الكريمه، يعني يحول اللون تاعها، تخرج لك كريمه ما شاء الله. صدقوني هاد الطبقه تاع التحليه لذيذه جدا، يعني ذوق البرتقال مع الشونتيي تخرج لك ما شاء الله. اذا هنا بعد ما كملنا الخليط تاعنا نخلطوه مليح، حطيته في كيس حلواني. نجيبوا هذوك الكؤوس اللي كنا حطينا فيهم البسكوي ونجي نحط طبقه من الكريمه هكذا، نحطهم مليح يعني نعمل كطبقه فوق البسكوي. نجيب الملعقه ونساويهم كامل من الفوق باش الطبقه الثالثه تخرج لك شابه. دائما لا فينيسيو يعني مهمه. اذا هكذا نسويهم ونروح نحطهم نخليهم حتى يبردوا هاد الطبقه مليح. في هذا الاثناء نروح نحطوا الطبقه الاخيره اللي هي كاس من العصير. شوفوا كاس من العصير ما فيه حتى اضافات، كاس عصير البرتقال. نزيد نحط له نصف كاس من الماء. شوفوا هنا نصف كاس تاع الماء، نحط له كذلك ملعقه ونصف تاع مايزينا. شوفوا هنا يعني كيفاش عمرت الملعقه الاولى، وشوفوا الملعقه الثانيه ملعقه ونصف مايزينا. نزيد نحط 2 ملاعق اكل من السكر، ولا يعني العصير تاعكم يكون شي قارص تقدروا تحطوا حتى 2 ملاعق ونصف حتى 3 ملاعق اكل من السكر. نجيبوا الفوي نخلطوا الخليط تاعنا مليح اللي كنا حطينا فيه الكريمه الطبقه الاخيره، كاس من عصير البرتقال بدون اضافه نصف كاس من الماء، كاس ونصف مايزينا مع 2 ملاعق اكل من السكر. خلطوهم مليح، نحطوهم فوق النار على نار هادئه حتى يثقل لنا الخليط تاعنا. يكون شوفوا كتوجدوه لازم كي توصلوا لهاد الطبقه تكون جمدت الطبقه الاولى، لانه مباشره وهو ساخن تروحوا تحطوه كطبقه اخيره هكذا توزعوه على الكؤوس تاعكم، تقدروا حتى تخدموه يعني في بلا واحد. شوفوا هنا بعد ما كملت، شوفوا ذاك اللون ما شاء الله يخرج لكم رائع. المهم قلت لكم الطبقه الاخيره كتحطوها تكون هذيك الطبقه الاولى بردت، وتحطوها مباشره من فوق الفرن، تحطوها من قبل ما تجمد لكم. انا هنا قطعت برتقال، قطعت هكذا دوائر، نروح نزينه في الوسط وتزينوه كيما تحبوا، تقدروا تضيفوا حتى كاوكاو لوز كيما تحبوا. المهم هنا انا زينت هكذا، قطعت البرتقال تاعي دوائر، رشيت عليه كذلك شويه من الزوز تاع البرتقال، تنحو غير هذاك الفوقاني، حطيتهم بردوا. بعد ما بردوا شوفوا يعني صدقوني بدون مبالغه رائعه لذيذه جدا. شوفوا ديك الطبقه تاع البسكويت، الطبقه البيضاء اللي خدمناها بالشونتيي مع الطبقه اللي من الفوق بالبرتقال، كلها طبقات لذيذه جدا. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه. الى الملتقى ان شاء الله مع وصفه اخرى. سلام.